واخيرا يا جماعه لقيت وصفه كيك بتحقق لي كل احلامي. كيكه صحيه مكوناتها متوفره في البيوت، مش مكلفه، وطعمها وملمسها اكتر من روعه. تعالوا بقى اعرفكم على كيكه احلامي. جبت جوز هند من اللي قاعد عندي في التلاجة من وقت رمضان وطحنته ناعم جدا. اولادي بقى جم يساعدوني عشان عملت الكيكه دي قبل كده ودخلت دماغهم جدا بقى، فجايين متحمسين يساعدوني. كده ضفنا جوز هند وزيت زيتون بكر. ويا جماعه ما تقلقوش خالص، لا طعم زيت الزيتون بيبان ولا جوز الهند كمان. ضفنا كمان بيكنج باودر وفانيليا، كل واحد طبعا كان لازم يحط حاجه عشان يساوي بينهم ومحدش يزعل. هنضيف كمان بقى 4 بيضات وتلت كوب عسل، وهقلب كل الحاجات دي كويس جدا جدا. اهو قاعدين بيقلبوا، وطبعا لازم كل واحد يحط التاتش بتاعه في التقليب لان ده اللي بيفرق في طعم الكيكه. خليني بقى اقول لكم ان جوز الهند ليه قيمه غذائيه ممتازه، يحتوي على حديد وبوتاسيوم وبروتين والياف، ممتاز جدا لمستوى سكر الدم والبكتيريا الامعاء النافعه، رائع جدا لجهازك الهضمي وللي عنده مشاكل مع الجلوتين اللي موجود في الدقيق الابيض العادي. ده شكل الكيك بعد ما طلعت، وسقيتها بمعلقه عسل وهي لسه سخنه. يفضل تجنب جوز الهند للي عنده كوليسترول عالي. القالب ده انا قطعته على 14 قطعه، القطعه الواحده في حدود 100 سعر حراري و3 جرام بروتين. اكتبوا لي في الكومنتس بتحبوا ايه اكتر، يا ترى الوصفات الصحيه ولا المعلومات عن التغذيه والصحه مني؟